الرئيس الأمريكي يهدد بغزو بري ويرسل حاملات طائراته لفنزويلا. عبد الباري عطوان يقول: تحشد الولايات المتحدة الأمريكية عشرات الآلاف من الجنود وأكثر من 11 سفينة عسكرية وحاملة الطائرات الأكبر جيرال فورد ومئات الطائرات المسيرة والثابتة الأجنحة إرهابا لفنزويلا، واستعدادا لغزوها وتغيير نظام الحكم فيها، وربما في كولومبيا المجاورة أيضا. والذريعة المعلنة هي منع تهريب المخدرات. وقال الرئيس الأمريكي أن الاقتحام البري لقواته بات وشيكا، وأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باتت معدودة. إنها البلطجة في أبشع صورها، وبلغت ذروتها في استيلاء السفن الحربية الأمريكية على ناقلة نفط عملاقة في المياه الفنزويلية أمس، وإعطاء الرئيس الأمريكي المحب للسلام وإنهاء الحروب الضوء الأخضر لقواته الخاصة بتنفيذ عمليات إرهابية داخل فنزويلا.